مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم بخير وبصحه جيده. وصفتنا تاع اليوم هي بوراك بواحد الحشو تاع الدجاج، راح يجي بزاف بنين. كاين اللي درتو باني يعني بلا شابليو والبيض، وكاين اللي خليته بطريقه عاديه. نبداو بالحشو تاعنا. بالنسبه للحشو نحكمو طنجره، نديرو فيها شويه تاع الزبده، ونديرو المرصوات تاعنا تاع البلوند بولي. انا هنا درت نص تاع صدر تاع الدجاج، قليتهم شويه في الزبده، من بعد درت عليهم حبات تاع البصل. حبات تاع البصل تكون ملي ماشي كبيره بزاف من معين، قطعتها اون بتي مورسو كيما راكم تشوفوا. ما ديروهاش كبيره ولا تقطعوا على زوج، لازم نقطعوها قطع صغيره ونخلوها تتقلى مع الدجاج تاعنا. ونضيفوا لي زيبيس اللي هما الكركم، الفلفل الكحل، الملح، وشويه تاع القرفه والسكنجبير، يعني لي زيبيس اللي كيما اللي نديرو بهم لاصوص بلونش. نمرقوا بالماء سخون، ما نمرقوش بزاف غير قسم ما يطيب لنا الدجاج تاعنا، باسكو راح نحتاجو شويه من هذاك المارق. كي طيب الدجاج تاعنا مليح واش نديرو؟ نشوفوا كيما راكم تشوفوا، شوفوا شحال قعدت لي لاصوص، قعدت غير شويه مع هذاك البصل. حكمت الدجاج تاعي فتتو كيما راكم تشوفوا، درتو يعني فتات هكا قطعته صغير، ورحت لاصوص تاعي هذيك اللي قعدت يا ربي قعدت تقيس فنجان تاع قهوه كحله، نص فنجان. وهذيك المرقه درت لها وحده تاع فروماج شاف، وحده هكايا تاع فروماج شاف، وقاعده نخلط فيها وندير لها حوالي فنجان تاع كريم فريش تانيك دائما لهذيك المرقه هكا، باش ما نديرو لا بيشاميل لا والو، هكا راح يجينا بنين وما يجيش ثقيل داخل. خلطت هذيك لا بيشاميل والفرماج تاعي، قعدوا عبصوا في هذاك الفرماج حتى تحسوه داب، وزيدوا عليه الدجاج تاعكم. زيدوا الدجاج وقعدوا خلطوا فيه، تحسوها الكريمه شغل تولي اون كريم، يعني تنقص وتشد روحها شويه. نحو الحشو تاعنا ونخلوه يبرد مليح مليح في الفريجيدار. من بعد انا واش درت؟ كاين اللي درتهم صامصات، وكاين اللي خليته بوراك طويل. هذوك الصامصات كيما راكم تشوفوا، حكمت ورقه الديول قطعتها على زوج، وزدت نحيت شويه من الطرف كيما راكم تشوفوا باش تكون عندنا مثلث. حطيت الحشو تاعنا، شوفوا كيفاش حكم روحو كي خدمت به. برك نعطيكم واحد نصيحه، هذا الحشو الا كنتو تحطوه في الكونجيلاتور يعني تكونجليو معليش، مي الا كنتو طيبوه دو بريفيرونس ديروه كي تكونوا رايحين تخدموه، باسكو علاش؟ راح ينديلكم هو ديجا مندي، وراح ينديلكم الورقه تاع الديول تاعكم، يعني تكون لكم مشمخه. يعني حاولوا تخدموه او ما نص ساعه قبل ما تقلوه، ولا باش تفارسيو هذاك البوراك تاعكم. سينو الحشو طيبوه لافاي ولا ديروه مع الصباح ما عندكم حاجه. وهنا الموديل الثاني اللي درتو بوراكات طوال كيما شكل سيجار. حكمتو لويتهم وكملت كامل. من بعد انا واش راح ندير؟ هذوك الصامصات الصغار راح ندير نجوزهم في البيض. درت حبه تاع البيض، خلطت هذا طلع شويه ملح شويه فلفل كحل، ودرت لا شابلور درتهم في البيض. من بعد رمتهم في لا شابلور. من بعد واش ندير؟ راح نروح نقليهم. برك نعطيكم واحد النصيحه في القليان باش يجوكم كروستيانت، يعني شوفوا الجود تاعهم بلا شابلو راح يتبدل، راح يجي هايل. صح يجو كروستيانت، مي من برا يجو هكاك كروستيانت، ومن الداخل راح شغل ما تعرفوه الا بالديول ولا بالعجينه، راح يجي هايل. كيما راكم تشوفوا هنا كملت لي سيغار تاوعي. كيما قلت لكم هذوك الصامصات درتهم فلاش ابليغ والبيض، والاخرين درتهم نورمال. نتوما واش تبداو تقلو؟ بداو قلو في هذوك اللي ما فيهمش لا شابليغ. علاش؟ باش الزيت تاعنا ما نخسروهاش. كيما تعرفوا لا شابليغ تخسر الزيت، يعني تتلق في الزيت. وشنو تانيك نصيحه واحده اخرى، ديروا نار قليله هكا باش تحصلوا على هذيك الكروستيه، يعني باش يجيكم مقرمشين اكثر، باش ما يطيبوش تمتم. من بعد قليت هادو مع النورمال كيما راكم تشوفوا، وكملتهم كامل. فوالا هذا هو البوراك تاعنا اللي تحصلنا عليه. صدقوني واحد لافارس بزاف بنينه، هذيك لافارس ما يجيش ناشف، ما كان له نديروا له بيشاميل. كيما تعرفوا البيشاميل شويه ثقيله هكا، ما نخدموا بيشاميل ما والو، يعني كلش في بعضه.
نتمنى ان شاء الله تجربوه، وجاي رمضان ان شاء الله جربوه. الى جربتوه ما تبخلونيش بالجيم والكومنتير. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر وفي وصفة اخرى خفيفة، والسلام.